ممكن أفكار لبيت مبهج بس الفرش كلاسيك. طيب أول حاجة إن البيت يبقى منور كويس، يعني الواحد ياخد باله من الإضاءة. فأول حاجة البيوت الكلاسيك ساعات بيبقى فيها ستاير تقيلة قوي، فلازم تفتحي الستاير على الآخر كل يوم. ومحتاجة كمان تتأكدي إن كل غرفة فيها إضاءة كافية، وإن انتي مختارة إضاءة دافية أو إضاءة باردة على حسب كل غرفة. تاني حاجة إضافة اللون الأخضر. ضيفي زرع. الزرع أو اللون الأخضر بيدي إحساس بالحياة، وبيدي إحساس بالصحة، وبيدي إحساس بالبهجة. ثالث حاجة دخلي ألوان، سواء الألوان دي هتدخليها بمثلا قطعة فنية متعلقة على الحيطة، أو هتدخليها بأن انتي هتحطي فازة ورد مثلا ألوان مختلفة كل يوم، أو هتدخليها بأن انتي مثلا تجيبي الفواكه الموسمية وتعملي طبق فاكهة مليان ألوان مختلفة. ممكن كمان تدخلي الألوان في الأكسسوارات، الكوشنز مثلا اللي هي المخدات، وهكذا. حطي مرايات قدام الشبابيك، خصوصا لو الشباك باصص على زرع، باصص على جنينة أو باصص على شجر، فهيبقى أكنك دخلتي الجنينة اللي بره جوه البيت، فبرضه هتدي إحساس بالبهجة. كمان ان انتي تحطي مراية قدام الشباك بتعكس الإضاءة الخارجية، ونرجع للنقطة الأولانية خالص إنها بتحسن الإضاءة. من ضمن الاكسسوارات بتاعتك حطي كمان صور عائلية انتي بتحبيها، صور ليكي انتي وعائلتك مثلا وانتوا بتضحكوا. حطي كمان قطع غالية على قلبك، يعني قطع مثلا ليها مكان مميز في قلبك، قطع حد بتحبيه اديها لك، قطع اخدتيها من مامتك وباباكي. اعملي منطقة في البيت تبقى يعني الكومفورت زون أو المنطقة المريحة. دي ممكن تعمليها لكل شخص في البيت، أو ممكن تعمليها ليكوا انتوا كلكم مع بعض. لو دي مثلا هتبقى غرفة المعيشة، أو مثلا هتبقى كرسي جنب الشباك حد بيحب يقعد عليه يقرأ كتاب، يتفرج من الشباك. استخدمي روائح بتحبوها في البيت، روائح مثلا لما بتشموها أو بتشغلوها بتفكركم بذكرى سعيدة، أو روائح بتحبوها في العموم. آخر نقطة، ونقطة برضو مهمة كده زي الإضاءة، إن انتي تتخلصي من كل الحاجات اللي مش بتستخدميها. أي كراكيب عندك في البيت ملهاش استخدام وواخدة مساحة على الفاضي، تخلصي منها فورا.